السلام عليكم. تعالوا نتحدث عن المنتخبات اليمنية الثلاثة اللي هي الناشئين والشباب والأولمبي، وآخر المستجدات والمعسكرات التدريبية عشان تكونوا في الصورة. لحد الآن المنتخبات الثلاثة ليس لديها أي معسكر خارجي، ما زالت تعسكر في الداخل، وخاصة منتخب الشباب والأولمبي لديهم مشاركات قريبة جدا خارجية. ومنتخب الشباب يعني تبقى أسبوع أو 10 أيام أو 12 يوم للمشاركة في كأس الخليج، ولحد الآن جالس يلعب داخل العاصمة صنعاء مع فرق 22 مايو، اليرموك، الأهلي، واليوم لعب مع منتخب دمار يعني واحد يستغرب. المفروض الآن المنتخب أنه لديه معسكر خارجي ومباريات ودية اللي هو منتخب الشباب وأيضا منتخب الأولمبي. عندما تكون الاستعدادات ضعيفة بهذا الشكل والمباريات الودية ضعيفة بهذا الشكل، ايش تتوقع من منتخبنا انه يقدم اداء جيد؟ اعتقد ما يقدمش. فللأسف الشديد ما زال الاتحاد والإدارة يستمروا في نفس الوضع، معسكر تدريبي ضعيف كلفته، وبعدين مشاركة خارجية ضعيفة، والجمهور يرتفع لها الضغط، واللي يزعل واللي يضبح، واللي بعدين يحمل اللاعب المسؤولية. المهم، أتمنى من الإدارة في اتحاد كرة القدم أن تعجل في موضوع المعسكرات الخارجية، وأن تكون هناك مباريات ودية للمنتخبات، خاصة الأولمبي والشباب. أصبحت المشاركات الخارجية قريبة جدا، تصفيات كأس آسيا يعني بطولات كثيرة. أما منتخب الناشئين ما بيش مشكلة في بطولات يعني مش رسمية وبيستفيد منها قبل تصفية كأس آسيا. هذه آخر المستجدات. أتمنى تطرحوا آراءكم، هل تشوفوا التجهيزات والمعسكرات الضعيفة أو إنها جيدة؟ اطرحوا لي رأيكم في الكومنتات، وتحياتي لكم.